والمؤيدين دلوقتي بقى عماد انا هستسمحك تهدى وتقول لنا بالظبط ايه اللي بيحصل عندك. اللي بيحصل عندي ان جماعه المعارضين في جراكن بنزين داخلهم وبيضربوا بازايز بنزين، وفي ناس من فوق العمارات بيضربوا على المؤيدين لغايه بازايز بنزين، وفي طلقات نار بدل من هناك لان في ضرب نار جامد، وفي ولعوا في العربيات المولعه تاني. عماد انت فين بالظبط؟ انا فوق يا فندم، انا بين شيء، انا بين المؤيدين والمعارضين، انا فوق كوبري اكتوبر. دول بيضربوا بالطوب ودول بيضربوا بالطوب وازايز بنزين. المعارضين بيضربوا على المؤيدين ازايز مولوتوف وبنزين. واحد حد دي سرعه حضرتك لو سرعه معايا المعارضين هجموا كمان عليهم دلوقتي تحت كوبري اكتوبر، ودي سرعه حضرتك ضرب شغال جامد جدا. طيب انا هرجع تاني اسالك نفس السؤال. المعارضين عمالين يضربوا هنا عمالين يضربوا عليهم بالبنزين. طيب في اي حرائق مندلعه؟ في هي العربيات المولعه قبل كده ولعنا تاني، وكان في دبابات واقفه من ساعتين. انا كنت موجود هنا من ساعتين، ودلوقتي الدبابات اللي موجوده من ساعتين. ايه اللي وصلت؟ اهدى بس يا استاذ عماد. الدبابات الموجوده من ساعتين اتسحبت، ودلوقتي واقفه على الكورنيش لان كان في ضرب طلق ناري عليهم، انسحبوا وقفوا بره، ودلوقتي الشعب كله خايف في بعضه، ناس عماله تشمل الاسعاف، ناس متعوره، ناس عوره جامده جدا، ومش موصلين، محدش ساكت. الناس حاولت تهدي الموضوع، مفيش. طيب استاذ اتفضل يا استاذ. لا استاذ عماد معلش انا هنضم بس للزميله ريم في انه يعني انا عايزك بس تهدى شويه. انا مقدر الموقف اللي ممكن يكون موجود دلوقتي. عايز اعرف بالذات حضرتك بتقول الدبابات اللي كانت موجوده انسحبت وطلعت على الكورنيش. انسحبت وطلعت على الكورنيش حضرتك. فاضل كام دبابه دلوقتي انت شايفهم؟ ولا دبابه في ميدان التحرير. طيب في واحده بس على كوبري اكتوبر. طيب جميل. انت بتقول انه بدأ الهجوم من الناس اللي هم مؤيدين لرئيس مبارك. المؤيدين لرئيس مبارك فوق كوبري اكتوبر دلوقتي حاليا. فوق كوبري اكتوبر. لا لان المعارضين دخلوا عليهم بالطوب، وفي معاهم صاج عاملين نظام ساتر بيضربوا وراه، وداخلين عليهم بالطوب وبالازاز البنزين، فطبعا خافوا ما تقعوا فوق يجيبوا طوب يحاولوا يضربوهم. انا استاذ عماد انا اسف، انا اتلخبطت معاك، معلش يمكن يكون خطأ يعني. حضرتك بتقول مين اللي هجم على مين؟ مين اللي حاكم على المعارضين؟ حاكمين دلوقتي المعارضين لرئيس مبارك اللي هم المعتصمين. المعارضين للرئيس دلوقتي هم دلوقتي المسيطرين جدا تحت، وهم اللي مبهدلين الناس دلوقتي تحت. المعتصمين طلعوا على كوبري اكتوبر علشان يهاجموا المؤيدين لرئيس مبارك. المؤيدين لرئيس مبارك طلعوا على كوبري اكتوبر واقفين دلوقتي فوق خوفا من تحت، خوفا من المعتصمين الاساسيين اللي بقى لهم اسبوع. لان طبعا بدأوا يضربوا بنزين ويضربوا طلقات ناريه عليهم. طيب استاذ عماد انا عايزاك تهدى خالص، يعني احنا هنحاول ناخد يعني مداخله من عند المعتصمين عشان نطمنكم على ارواحكم فوق الكوبري. احنا معانا الاستاذه مروه من ميدان التحرير. مروه انت فين تحديدا وايه اللي بيحصل عندك بالظبط؟ انا قرب المنطقه اللي بيتكلم عنها، الكلام ده مش حقيقي خالص. اللي بيسميهم مؤيدين لنظام مبارك دول هم اللي بيرموا مولوتوف. احنا ما عندناش نار عشان نضرب نار، لا عندنا اسلحه ولا اي حاجه، وزي ما انتم عارفين احنا عزل في ميدان التحرير، ما عندناش حاجه خالص. كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنحمي نفسنا في الميدان، وواقفين كوردونات عشان نحمي المولوتوف اللي بيترمي علينا، والجيش ما بيتدخلش. الحاجه الوحيده اللي بتتعمل ان طيب هو دلوقتي يعني دلوقتي ما في، انتوا دلوقتي ما زلتوا في قلب ميدان التحرير؟ في قلب ميدان التحرير وحاملين مداخله عن طريق ان هو الاستاذ عماد بيقول انه دبابات الجيش انسحبت كلها الى الكورنيش، هل ده صحيح؟ لا، في عند مدخل عبد المنعم رياضي دبابه، وفي عند الناحيه الثانيه اللي هو طبعا القصر العيني وخلافه في دبابات. لا مش حقيقي، ما انسحبوش. طيب انت دلوقتي بتقولي انه انتوا معكوش مولوتوف، هم معاهم. احنا ما معناش لا نار ولا مولوتوف ولا بنادق. طيب لكن هم دلوقتي استاذ عماد على عهدته هم فوق كوبري 6 اكتوبر، هل بيتم القاء مولوتوف عليكم من الكوبري؟ هم بيرموا مولوتوف علينا من الكوبري فوق، وبنحاول احنا نطفيه بالميه. ده اللي احنا بنحاول نعمله. بأي ميه؟ انتوا عندكم قد ايه ميه؟ الميه ده بنحاول نرمي عليها ميه، وبنحاول الناس تبعد عن المولوتوف باي طريقه، لكن الطريقه اللي بنحمي بيها نفسنا ان احنا واقفين كوردونات، واللي بيقرب لنا بنحاول الشباب يبعدوه باي يعني اللي هو ابعد احنا عاملين كوردونات. طيب استاذ عماد حضرتك لسه معانا؟ انا مع حضرتك وسامع الكلام. انا واقف وسط
وسط الناس حضرتك اللي بتتكلم من الاستاذه دي بعد احترامي ليها مش واقفه وسط الناس. انا سامع الناس كلها واقف وسط الناس ومصور كل اللي بتقوله. انا مصور مفيش دبابات ومصور المكان كله ونزلت تحت وصورت ومفيش دبابات موجوده خالص. ومصور من ساعتين ان في دبابات في الاماكن اللي انا مصورها دلوقتي ان فعلا الدبابات انسحبت. يعني انا من ساعتين مصورها حضرتك معايا على الموبايل اللي موجوده في المكان جنب تمثال محمد شريف. دلوقتي الدبابات مش موجوده وانا مصورها برضه دلوقتي حضرتك وعلى استعداد اجي دلوقتي القناه وتعرضيها حضرتك اللي قبل واللي بعد. معلش يا استاذ عماد، محمد فريد شارع محمد فريد؟ نعم محمد نجيب استاذ محمد نجيب. شارع محمد نجيب اللي جنب المتحف حضرتك. طيب استاذ عماد، اتفضل. حضرتك من الفريق اللي هو طلع النهارده يعني علشان يعبر عن تأييد اللي طلع ايه ده كله النهارده يا فندم. مجموعه جت هنا في التحرير ومجموعه راحت على جامعه الدول، والمجموعه الاكبر كانت في جامعه الدول. وفي جامعه الدول ما كانش فيه اي مشاكل وما فيش اي اعتراض مع اي حد. الناس كلها مؤيده للرئيس بشكل كويس وبشكل مهذب وما فيش اي مشاكل ومحدش تدخل في اي مشكله نهائي. طيب انا من الصبح في الشارع طيب استاذ عماد، انا بس عايز اسال حضرتك سؤال. حضرتك دلوقتي موجود يعني على كلامك في مرمى النيران، موجود على كوبري 6 اكتوبر وعلى عهدتك برضو المعتصمين في ميدان التحرير بيهجموا عليكم في اللحظه الحاليه بعلب البنزين وبالمولوتوف. طمنا عليك، يعني انت دلوقتي هتواجه ازاي؟ شايف ايه؟ دلوقتي حاليا فوق الكوبري ومصور من تحت ومن فوق، وانا فوق الكوبري دلوقتي مصورهم وهم بيضربوا بألوان البنزين وبيضربوا بالحجاره وكده كل حاجه ومصورهم وهم ضاربين طلق ناري. وهم ما زالوا يعني في زحفهم ناحيتكم؟ هم جابوا وهم وصلوا لحد اخر المتحف المصري واقفين بشكل صاجي كده بيقفوا وراه عشان الطوب اللي وطبعا برضه الناس المؤيدين للرئيس بيحدفوا طوب عليهم رد الرد طبيعي وبيحموا نفسهم. طيب مروه لسه معانا؟ انا معاكي بس الكلام بتاعه ده مضحك قوي بالنسبه لي. هل انتم عارفين ان احنا طول النهار وقع مننا اكتر من 750 مصاب؟ ال 750 مصاب دول في اصابات خطيره جدا مع اشاعات بتتردد ان في قتله، ناس ماتت. هل ده لان احنا بنرمي مولوتوف على نفسنا ولا ايه؟ وبالنسبه للسلاح الابيض والمطاوي والسنج اللي كانت شغاله طول النهار ده رايه فيها ايه؟ لو هو بيتكلم على ان احنا اللي بنعمل ده، احنا متظاهرين من يوم 25، هل حد سمع انه في حد مننا معاه مطوه ولا ابيض ولا استخدم المولوتوف ولا معاه بندقيه فيها نار؟ يا جماعه الرحمه بقى، يعني بطلوا بقى الكلام الفارغ. طيب مروه، انا هسالك سؤال اخير، لان انت يعني على ما يبدو انك منهكه الى حد كبير. فرق الصوت ما بين يعني الخلفيه عند الاستاذ عماد وعندك مختلفه تماما. الهدوء الشديد اللي حواليكي ده مصدره ايه؟ انا دلوقتي واقفه بالظبط هقول لك قصاد في نص ميدان التحرير بعد كنتاكي بشويه، يعني من بعيد شايفه المتحف اهو على شمالي، وانه فعلا احنا واقفين، هم واقفين بالفعل فوق الكوبري وهم اللي بيرموا مولوتوف. انا صعب ارمي مولوتوف وانا تحت فوق الكوبري. يعني ما هو برضو الصوره لازم تبقى منطقيه. في الناحيه اللي بيتكلم عنها فعلا ما فيش دبابات، بس ده مالي، ده ذنبي ولا يعني دي حاجه اسالوا فيها الجيش، انا مش مسؤوله عن ده. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا يا مروه. هو سؤال، انا هسالك سؤال هو يبدو غريب شويه، بس انت موجوده في الميدان من امتى؟ يعني من كام يوم؟ من 25. من 25. كنتاكي قافل ولا فاتح يا مروه؟ قافل من يوم 25 قافل. يعني النهارده ما كانش فيه وجبات كنتاكي بتتوزع في وسطيكم بما ان كنتاكي بتبقى منين دي؟ لا، في فول طعميه، في سندوتشات جبنه، يعني في كده يعني. ما شفتيش بالهنا والشفا. ما شفتيش قنابل دخلت على الميدان وهم مخبيينها في الوجبات كنتاكي؟ لا ما سمعتش. طيب جميل، شكرا جدا مروه.